صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد يا رب يعجبكم. النهارده فيديو مشتريات، هقول لكم على شويه حاجات كده جبناها مع بعض ان شاء الله للعيد. كل سنه وانتم طيبين. اليومين دول في شويه عروض كده، وفي محلات عامله عروض على الصيفي، وفي يعني كذا حاجه كده هوريكم. اول حاجه كده جبتها معاكم هي الاساور دي. طبعا اغلب المحلات كانت بتعمل عروض خميس وجمعه وسبت. للي حابب بقى يرجع للصفحات على الفيس او كده، تابعوهم ان شاء الله. اليومين دول في عروض. جبت كده الواحدة في العرض كانت عاملة 35، بره العرض القطعة عاملة 70. فانا جبت القطعتين دول، واحدة ب35 والتانية كانت عاملة 70. جبت برضو البرفان ده اللي هو بريحة التشيز كيك، كان عامل 20. وجبت كام حاجة كده برضو من محلات نوسة. طبعا اغلب الناس اللي من الزقازيق اكيد عارفين مكانها، هي جنب معرض رنين على طول. جبت من عنده المرطب للجسم ده بريحة الفراولة، كان عامل 65. في محلات بره بتبيعه عامل 75، بس هي كانت عاملة عروض عليه. زي ما قلت لكم، عروض الخميس والجمعة والسبت بيبقى الاسعار فيها قليلة شوية. جبت برضو المعطر ده، كان عامل 45. ده كده اسمه، برضو كان عند نوسة، كان بيبقى عليه عروض برضو الحاجات دي. جبت برضو النوع ده كان عامل 50. هي بره ب48، بس كانت عندهم ب50. جبت برضو دي سيكريت. طبعا الصيف جاي والواحد بيحب بقى البرفانات، اللوشن، البادي ميست، الحاجات دي كلها كده تبقى حلوة علشان الصيف والحر والروايح. دي اهم حاجة فعلا في الصيف، البرفانات بتاعتك والنظافة الشخصية. جبت برضو كام علبة كده من الضوافر دي، الواحدة كانت عاملة 15. بيبقى جاي معاها الدبل فيس، بس بصراحة هي مش حلوة، ما بتلزقش كويس، الدبل فيس بيقع على طول. فانا جبت اللزق اللي هو زي الامير ده او الصاروخ، الزقه بيه يعني حاجة بسيطة كده. وفي نفس الوقت لما احب اشيله هنقع ضوافري في مية دافية بملح، هتخلي الضوافر تطق بسرعة. برضو انا مش من الناس اللي بتحب الحاجات دي، بس بجيبها كده ايه يعني للطوارئ، مثلا مناسبة، فرح، خروجة حلوة. بحب الحاجات دي دايما تبقى عندي في البيت، لاني دايما بعتمد على شكل ضوافري يعني عموما، مش الضوافر الصناعية. ده كده اول لون كده، اللون الاحمر ده كانت عاملة 15. بصوا، ده شكلها كده بتلمع شوية. وده اللزق الدبل فيس، بس مش حلو خالص، ما بيلزقش الضوافر وبيقع على طول. طبعا اليومين دول في عروض بقى على هدوم الاطفال، على الهدوم الصيفي. في ناس لسه لحد دلوقتي بتعمل عروض على الشتوي. فطبعا كل واحد وامكانياته، للي حابب طبعا يلحق العروض دي. لو محتاج حاجة منها دوروا فعلا في الصفحات اللي على الفيس، هتلاقوا العروض حلوة. لو حابين اسيب لكم لينك الصفحات دي، اكتبوا لي تحت في الكومنتات، هقول لكم الصفحات ليهم على البيج على الفيس. جبت بقى المونوكير الاحمر ده. بصوا ده شكله. انا برضو مش دايما بحط مونوكير، بس برضو يعني لازم اي بنت يكون عندها الحاجات دي في التسريحة بتاعتها، بتنفعك كده في اي وقت. بصوا ده شكله كده، كان عامل 10 جنيه، برضو من عند نوسة. جبت برضو البلاشر ده من ماية سينما، كان عامل تقريبا 35 او 40. بصوا الدرجة بتاعته، هي مش اورنج ومش بني، هي يعني درجة اللي هي ما بينهم كده، درجة حلوة. الدرجة بتاعته عاملة 105.
سعره كان من 35 ل40، بصراحة مش فاكرة قوي، لان طبعا انا اغلب الحاجات دي انا ما جبتهاش كلها مرة واحدة، انا بنزل اشتري حاجتي على حسب الميزانية بتاعتي، ولما بلاقي عروض حلوة وميزانيتي تسمح بنزل اشتري الطلبات اللي انا محتاجاها، بس ما بجيبش وخلاص. يعني انا كان بقالي مدة كبيرة جدا ما اشتريتش ميك اب، ما اشتريتش لبس، فلما حسيت فعلا ان انا دولابي بقى فاضي ومحتاجة حاجات، نزلت وبدأت ادور كده على الاماكن اللي فيها عروض وجبت الحاجات اللي انا محتاجاها. جبت برضو الاتنين روج دول، الواحد كان عامل 35، واحد احمر والتاني كشمير. جبت بقى من عند المحل ده، طبعا انتوا عارفين من زمان جدا جدا وانا بجيب من عنده حاجتي. جبت البلسم للشعر ده، كان عامل 100. دورت على الشامبو بس مش لاقياه بصراحة، فهحاول ان شاء الله انزل الفترة الجاية ادور عليه علشان محتاجاه. ريحته حلوة وبيسلك الشعر بصراحة، وبيفضل الشعر طري كده وناعم. جبت برضو الشرابات دي. انا الفترة اللي فاتت كنت عاملة تنظيف عميق للبيت وللدواليب وللتسريحة، فبصراحة عملت جرد بقى لكل الحاجات اللي انا محتاجاها. ونزلت بقى اشتريت الطلبات بتاعتي. ممكن اكون يعني بقعد فترة ما بجيبش حاجات ليا، بس لما بحس خلاص ان انا محتاجة حاجة بنزل وبدور على الحاجات اللي انا محتاجاها وبجيب على قد ميزانيتي بالظبط. جبت برضو المج ده، طبعا صورته لكم في فيديو لوحده. ده كان عامل 67 تقريبا او 78، بصراحة مش فاكرة، بس ده شكله كده. برضو اغلب الحاجات دي انا بجيبها على فترات، مش لازم كل حاجة تيجي في نفس اليوم ولا في نفس اللحظة، انا بجيب على حسب ميزانيتي. جبت برضو الشنطة دي، كان عليها عرض برضو، صفحة على البيج كده كانت عاملة عروض على الهيلز وعاملة على الشنط. فجبت الشنطة دي، ده كده شكلها، هي شنطة بيج ايديها اسمر، من جوه مساحتها حلوة جدا. بس هي عيبها ان هي ما فيهاش سوستة من جوه. انا بحب دايما الشنط بتاعتي يكون فيها سوستة، بس كمساحة هي ما شاء الله الشنطة من جوه تاخد كتير جدا. كانت عاملة 150. التقفيل بتاعها كويس، يعني هو مش فظيع بس شغال. معاها برضو الحزام الكروس ده. جبت برضو من المحل ده للعبايات، كنت محتاجة عباية سمراء للعيد بقى ان شاء الله، كل سنة وانتم طيبين، ننزل نصلي بيها العيد. بصوا بقى ده شكلها كده، هي عباية سمراء خالص ما فيهاش اي حاجة. جاي معاها الحزام ده، طبعا هي بتتباع من غير الطرحة. بصوا ده شكلها كده، سعرها كان 470 تقريبا. دي كانت ارخص عباية موجودة في، طبعا حاجات عالية جدا معدية 1000 و2000، بس كل واحد بيجيب على قد ميزانيته على قد امكانياته. وفي نفس الوقت انا جبت حاجة انا حباها وخامتها من غير سوستة. هي كده، ده شكلها كده، هي ما فيهاش غير الفيونكات السمرة دي، استرس كده خفيف خالص متخيط فيها، وده الحزام بتاعها بس ممكن ما استعملوش خالص. هي جايه من غير طرحه، كانت عامله 470، برضو كان عليها عروض. دي كده الحاجات اللي انا جبتها. نجي نشوف بقى مع بعض اللبس الصيفي اللي كان عليه عروض جبته من المحل ده. دي الفروع بتاعته، فرع الزقازيق، متغمر، ليهم كذا فرع في كذا مكان. تقدروا تدخلوا على البيج بتاعته وتتابعوا العروض، عامله عروض صيفي وعامله عروض على الشتوي. جبت اول حاجه كده الشميز ده شكله كده، ده شميز ممكن يتلبس على بنطلون، يتلبس على جيبة، على حسب انتي ستايل لبسك ايه. ده كان عامل 195. هو كان سعر موحد على كل الشميزات اللي موجودة عندها، كل الالوان بكل الاشكال، سعر موحد. الشميز عامل 195. جبت برضو الدرس ده برباط كده من الجنب وزراير كده من على الصدر، والكم استك. ده لونه كده بيج في اسود، هو مقاس واحد. ده كان عامل 295.
ده شكله كده، والكم بتاعه استك زي ما انتم شايفين، والمقاس بتاعه مظبوط بالظبط. يعني لو انت وزنك 65 هيبقى مظبوط عليكي، والطول 165. جبت برضو الشميز ده شميز بيتربط على الوسط ومن بره. الفكرة بتاعته ان هو بيتربط كله. كان عامل برضو 195 جنيه. زي ما قلتلكوا الشميزات كلها سعرها موحد، والدرسات برضو سعرها موحد. وكل حاجة موجودة هناك هتلاقي سعرها موجود على الصفحة لو حابين تشوفوها. جبت برضو البنطلون ده. بصراحة البنطلون ده مش من عندهم بقى، جبته من بره، لان البناطيل اللي كانت موجودة مش حابة الالوان بتاعتها، فانا جبت البنطلون ده للشميز، وبرضو جايبه حاجات تانية. دي كده المشتريات بتاعتنا وكل الاماكن اللي انا جبت منها. يا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام عليكم.